السلام عليكم اخواتي، فيديو جديد في قناتي وقناتكم. هذا النهار ان شاء الله واحد الفيديو اللي صغير بزاف، فيه غير 3 دقائق، خفيف وظريف على القلب. وكذلك الوصفه اللي غادي نحط في هذا الفيديو كذلك معشوقه الجماهير. 90% من المغاربه غيكونوا كيبغيوها كيحماقوا عليها، هي السردين. صراحه كيجي بحال مشوي في العافيه، كيجي رائع 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 واحسن من رائع. اخواتي، كما قلت لكم هذا السردين هذا صراحه السردين غزال، جا الطريقه ديالو واعره ورائعه. بالنسبه للموظفات اللي ما عندهمش الوقت تشهاو السردين يشوي في العافيه، ولا الناس اللي عندهم الضيق ما عندهم فين يشويو كذلك تشهاو السردين، ولا الناس اللي في اوروبا حتى هما ما يكونش عندهم، بعض الناس ما عندهمش فين يشويو السردين، غادي يديروا هذه الطريقه الصراحه اللي صحيه ورائعه واحسن من رائعه كيف العاده، رائعه واحسن من رائعه. هذا هو الشكل النهائي ديال الحوت ديالنا. المهم هنايا غادي نقدم لكم السردين اللي معشوق الجماهير، السردين ديال كالايريس الحسيمه، السردين اللي زوين بزاف وطري. وقلت غنشارك معكم هذه الوصفه ولا هذه الطريقه. 90% ديال الناس غيكونوا كيعرفوها، ولكن قلت غنشارك طريقتي انا. المهم خديت السردين كما قلت لكم، غير شللته، ما حيت له بالقشره، حيت من الا حيدنا له القشره كيكون شويه غادي ندير ملحه قليله. انا كيعجبني غادي ندير نخليه بالقشره ديالو. انا خديت هنايا الحامض ولا الليمون اللي حيدت له العظام، قطعته الى دوائر. كذلك خديت واحد البصله اللي صغيره، نص الليمونه اللي صغيره، قطعتهم الى دوائر. بالنسبه لليمون حيدت له العظام ديالو باش ما يطلقليش المرور على ديك الحوت. وبالنسبه عفوا البصله قطعتها الى دوائر للقيقه. هنايا خديت شويه د القزبور ماشي معدنوس، شربوها بالقزبور، قطعوه صغير صغير وغادي يجي غزال. صراحه انا هاد الوصفه هذه كتعجبني بزاف، والطريقه يعني كيما الانسان كيعجز على العافيه ولا ما عندك فين تشويهم. كاينين بعض الناس اللي ما عندهم فين يشويو، ولا كل واحد يعني كيعجز، ولا الموظفات اللي ما عندهمش الوقت بغاو يديروا شي طبق ديال السردين، غادي يديروا هاد الطريقه. الملحه والقزبور، وغادي نزيدوا دوائر ديال البصله، وغادي نزيدو كذلك دوائر ديال الليمون ولا القارص ولا الحامض، كل واحد كيف كيسميه. المهم الليمون الاصفر، حنا كما معروف الديور ديالنا كنقولوا الليمون. واحد 4 ديال ولا 3 ولا واحد طريف ديال الليمون اللي كيعجبو الليمون. اصلا الليمون كلشي كيعجب الناس. صافي هذا هو السردين ديالي. بعد ما ستفتو غادي نزيد عليها شويه ديال الطوماط سوريز ولا مطيشه صغيره، ولا شرائح ديال المطيشه. اللي ما بغاتش دير مطيشه، هذا كل واحد الاختيار ديالو. انا كنشارك معكم طريقتي، كنتمنى تجربوها وغادي ان شاء الله غادي تولي عندكم معتمده. بالنسبه للزيت، اللي بغى يدير الزيت غادي يديرها، اللي ما بغاش ما غاديش يديرها. انا الصراحه ضروري بشويه زيت الزيتون، وغادي ندخلهم الفران اللي غادي يطيبوا على نار اللي ما مهيله متوسطه. الا بغيتو يجيو مشويين يعني طايبين محمرين، ما ديروش بابي كويسو ولا بابي الومنيوم. الا بغيتوهم يكونوا هيدا يعني باقي شويه رطب، يعني خضر ما طايبينش مزيان ما محمرينش، غادي ديروا بابي الومنيوم ولا بابي كويسون. صراحه كيجي واعرين، وحتى ديك المطيشه كتشوى كطيب، كذلك ديك البصله كتطلق نسمه ديالها في ديك الحوت، كيجيو بحال الحوت ديال المرصه. الى اللقاء.